هنتكلم عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا. المباراة هتكون الساعة 3 مساء على قناة بين سبورت 2. طبعا المباراة على استاد أمان تنزانيا. هنتكلم عن غيابات الأهلي وعن التشكيل المتوقع بنسبة 99%. غيابات الأهلي وهي إمام عاشور، وكلنا عارفين إن اللاعب غايب لأسباب مرضية، نتمنى له السلامة بإذن الله. بالنسبة للتشكيل المتوقع، قبل ما أقول لك التشكيل بنسبة 90%، يسترب مش هيلعب اللاعب الجديد يوسف بالعمري أساسي، لأن اللاعب بدنيا مش جاهز، فهيضطر المدرب يسترب إنه يدفع بكوكا في مركز الظهير الأيسر. وبالنسبة ليوسف بالعمري هيبدأ يشارك تدريجيا، هو هيشارك في المباراة بس مش أساسي. بالنسبة للتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز، في حراسة المرمى مصطفى شوبير، الظهير الأيمن محمد هاني، قلبي الدفاع ياسر إبراهيم وياسين مرعي، ظهير أيسر كوكا. بالنسبة لخط الوسط بعد غياب إمام عاشور هيكون أليو ديانج ومروان عطية، قدامهم هيكون محمد علي بن رمضان. جناح أيمن هيكون أحمد السيد زيزو، جناح أيسر هيكون محمود حسن تريزيجيه، وفي رأس الحربة هيكون مروان عثمان أوتاكا. بس كده، ده التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز النهاردة. لو عندك تشكيل أفضل من التشكيل ده اكتب لي في التعليقات، وما تنساش انك تتوقع مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز. هل الأهلي قادر انه يفوز في تنزانيا على يانج أفريكانز؟ طبعا يانج أفريكانز فريق كبير وفريق مرعب، بس الأهلي كبير أفريقيا، وبإذن الله هيعود للقاهرة بالفوز وحصد ال3 نقاط بإذن الله. توقعاتي لمباراة النهاردة ان الأهلي يفوز بإذن الله 2-0 أو 2-1. قول لي توقعاتك لمباراة النهاردة في تعليق. بس كده، وقبل ما اقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.